السلام عليكم. أرجو دعم الحساب، لايكات وتشيير ونشر تلك الأخصوصة على أوسع نطاق. حدث أن أحد المفتيين من كبار علماء نجد أفتى فتوى، وكان حماره بجواره، فهاج الحمار رفسا ونهيقا وصكا لأسنانه، فاستغرب هذا الأمر وقال: لأذهبن به إلى أحد العلماء الذين أعطاهم الله الحكمة ويفهمون تلك اللغة، وقد اعتزلنا هذا العالم. فذهب إليه، فلما وصل إلى العالم الحكيم تكرر نفس الحال أو الحال نفسه، فقال له: انزل أيها المفتي مسرعا. نزل، قال له: ماذا حدث؟ قال له: أنت تعلم لغة، اسأله أو اسأله. فقال له: ماذا حدث؟ قال: يا سيدي، أولا يجب أن تعلم أنني حفيد لحمار توما الحكيم، أي أني حكيم له. طب ماذا حدث؟ قال: يا سيدي، سأله أحد المستفتين وقال له: ما حكم من كتب صلى الله عليه وآله؟ قال: لا، الله قال: صلوا عليه وسلموا تسليما، ولم يقل وآله، فإما أن يقول صلى الله عليه وآله وصحبه، أو يقول صلى الله عليه وسلم فقط، لأن صلى الله عليه وآله صارت شعارا من شعارات الشيعة. فقال له: طب ماذا لو اتخذ الشيعة التهليل أو التكبير شعارا؟ هل نتركه؟ إنك إذن إما جاهل وإما ناصبي. ألم تسمع بحديث كعب بن عجرة في صحيح البخاري: كيف نسلم؟ عرفنا السلام عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فأنت إذن تدخل من لم يدخله رسول الله، تدخل من لم يدخله رسول الله وتخرج من أدخله رسول الله. أيها الحمار، سخرك الله له، فماذا قلت بصفتك أنك حفيد لحمار توما؟ قال: قلت: لو أنصف الدهر كنت أركب، فإنني جاهل بسيط وصاحبي جهله مركب. قال: صدقت أيها الحمار الحكيم، وكذبت ونصبت ودلست أيها المفتي النجدي.